السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سليمة مع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. كنقترح لكم في هذا الفيديو طريقة تحضير قراش البلديين أو قريصات كيجيو خفافين بزاف وطريين بمقادير مضبوطة وناجحة 100% بالنسبة للمبتدئات. هاد القريشلات كيجيو رطيبين بزاف، يصلحوا للكوتي او الفطور، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا مجعبين من الداخل. نبقاو ان شاء الله مع الفيديو حتى نشوفوا الطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات والطريقه نشوفوها مع بعض. عندي كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات مغربل، ضفت له قبيصه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الزنجلان نقي ومغسول، وكنحمرو غير شويه، كندوزو في المقله غير شويه، ومعلقه ديال حبه حلاوه، وضفت له معلقه ديال النافع، كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وربع الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه، يمكن لكم تنقصوا يمكن لكم تزيدوا. بالنسبه لهذوك النوافع بغيتو ديروا غير نوع واحد ديروه او بجوج اللي كتفضلوا. صافي غنضيف كاس ديال زيت المائده، دائما العبار بكاس ديال العنبه. عندي 40 غرام ديال خميره العجين او ما يعادل 2 المعالق، اللي عنده الخميره حبوب يديرها بحال فقط. هاد الخميره العجين كتنجح بزاف في المعجنات او البريوش بحال هكا. صافي ضفت لها واحد نصف كاس ديال الماء وغنخليها حتى تطلق. غنخلط مزيان الزيت السكر النوافع مع الدقيق حتى نرملو مزيان. عندي هنا نصف كاس 4 كاس زايد شويه ديال الماء الزهر ضفتو، وضفت واحد حبه ديال البيض. صافي غنضيف الخميره دابا من بعد ما نطلقها شويه في داك الماء الدافي، غنضيفها ونخلط المكونات كاملين. من هنا غنعجن. بالنسبه للعجينه كتكون خفيفه بزاف، ضروري باش يجيو معنا خفافين من الداخل، ضروري العجينه كتكون خفيفه، تقريبا واحد 2 الكؤوس على حسب. بالنسبه للعجين كيبقى على حسب الخليط، الماء على حسب الخليط. صافي هنا كما كتشوفوا العجينه راها مرخوفه. من الاول كنطلعوها خفيفه، ماشي نطلعوها قاصحه عاد نبداو نضيفوا الماء ونخفوا، لا، من الاول كنطلع العجينه خفيفه بزاف. صافي ملي كتكون كتلصق هكا كنعمل شويه الزويته ونجمعها. غطيتها ببلاستيك غذائي بواحد المنديل، غنخليها ساعه. هاد المرحله الاولى مهمه، ضروري الاختمار كيكون مزيان في المرحله الاولى. كنخليها ساعه عاد حتى كيتضاعف الحجم ديالها. صافي غنستعمل شويه ديال الزيت نبدا نشكل في الكويرات ديال القراشي. نتوما كما كتشوفوا العجينه خفيفه بزاف، وفي نفس الوقت الا درنا الزيت كتعطينا الطعم. انا هنا عملت الكويرات حجم مهم، ديروا ما بين 60 و 70. انا كنت عملت 60 غرام في كل كويره، وكنحطهم في اللاطه. ضروري ما كنحطهم متباعدين شويه حيت عاد الزيت تختمر وفي الطبيخ يكبروا هاد الكريسات. صافي هنا من بعد كنقطعهم هكا كريسات، كنخليهم شي 5 دقائق هكا حتى كيترخفوا، باش ملي نجي ندير هاد العمليه هكا انني نبسطهم شويه غير شويه فقط يعطيوني الطعم. صافي من بعد ما بسطتهم كاملين غنخليهم على جنب قبل ما يكتمل الاختمار. بحال دابا مثلا خليتهم، انا غنخليهم غير واحد 10 دقائق. صافي الاختمار الاول هو ديال ملي كنزرعوا عجينه خليناهم يختمروا مزيان واحد الساعه. اما دابا ما كنخليهمش بزاف، فقط 10 دقائق ماكسيموم. صافي كندخلهم الفران. من هنا من بعد ما قبل ما يكتمل الاختمار دهنتهم باصفر البيض مع شويه ديال قهوه سريعه الذوبان مع الحليب اللي كيكون دافي شويه، خلطته مع ضيفت مصفى البيض ودهنت مزيان الكريسات مزيان من الجوانب مزيان، ورشيت شويه الزنجلان. صافي من بعد كنخلي غير واحد شويه جهد ما كنسخن الفران. ضروري الفران كيكون عندنا سخون، هاد الخطوه هي مهمه. كنسخنوه مزيان كنهبطوا النار عاد كندخلوا اللاطات. ملي كندخلوهم طريقه الطهي عاديه سواء في الفرن الغازي ولا الكهربائي، فقط كهربائي كنشعلوا المروحه باش كيتحمروا مزيان كاملين من الجناب كاملين. صافي وكنطبخهم. بالنسبه لي انا طبختهم في الفرن الغازي الفوق حتى تحمروا وطابوا، هبطتهم لتحت تحمروا من الوجه ديالهم
وخرجتهم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجيو محمرين مزيان من الجوانب كامله، كيجيو مجعبين وطريين بزاف هاد الكريسات. كنتمنى ان شاء الله اقتراح ينال احسانكم وتجربوهم ان شاء الله غينجحوا معاكم، حيت ساهلين بزاف، ما فيهم المكونات كثيره، حتى الطريقه بسيطه بزاف.